ازيكم عاملين ايه في حلقه جديده من بودكاست بدل القهوه. النهارده جايين نتكلم عن موضوع جديد عن زاويه المعايير وعلى تاثيرها على حياتنا وقراراتنا ومجتمعنا بشكل عام. وكنت جاي اتكلم معاك النهارده في الموضوع ده وحابب اسالك سؤال كده في البدايه. انت شايف ايه؟ شايف بتشوف زاويه المعايير دي ازاي؟ او بتشوف ان المعيار الواحد دايما عادل ولا بتشوفه هو ازاي؟ انا شايف ان المعيار الواحد مش دايما عادل، لان برضو من ضمن العدل انك تفهم الشخص، تفهم الشخصيه وتفهم الموقف وتفهم الحاله اللي الشخص بيمر فيها. يعني انا شخصيتي مش زي شخصيه يوسف، او الموقف اللي انا فيه مش زي موقف يوسف. ممكن يوسف يقدر يتغلب على الموقف دوت، او لما وقع فيه وقع فيه باسباب غير باسباب محمد لما وقع فيه. لما احكم على يوسف بنفس الحكم بتاع محمد ده كده مش عدل. انا كده يعني ممكن نكون بظلمه بس بشكل غير مباشر. ازاي؟ ممكن ان انا يبقى القرار صح، ان انا احكم عليك بنفس الحكم ده صح، بس ان انا من غير ما افهم الظروف انت ليه عملت كده. طبعا مش بتكلم في حاجات كبيره، انا بتكلم بس في المواقف اللي هي فيها ازدواجيه من غير ما ناخد بالنا. فلما انت بتبقى بتحكم على يوسف نفس الحكم بتاع محمد كده، انت بتظلم يوسف او بتظلم محمد من غير ما تحس. فاهمك. ف... فالمرونه هنا ان انت تبقى عندك مرونه، ان انت تحكم على الشخص من الموقف، دي غلط، لان تحكم على الشخص من الحاله نفسها. تحط نفسك مكانه، بالظبط. من حالته هو، مش من مكانه هو، من صورته هو مش من صورتك انت. مظبوط، ان انا احس بيك، وان انا اخد الموضوع بشكل ان انا احط نفسي فيه. هل انا لو مكانك هعمل نفس الحاجه؟ انا اتصرفت في الموقف ده بالشكل ده، او يوسف اتصرف في الموقف ده بالشكل ده. طيب انا لو مكان يوسف هعمل نفس الحاجه؟ فلو فخلاص. انت كده انت ما ينفعش تحكم على يوسف ان هو بسوء او حاجه غلط هو عملها، لمجرد بس ان انت شفته هو عملها من غير ما تحكم على الموقف نفسه. لا، هي انا هي شايفها ان هي محتاجه مرونه، وان انت تفهم الموقف اكتر من ان تاخد القرار في الاول. باب من ابواب التماس الاعذار ان انت قبل ما تحكم على حد تحط نفسك مكانه، ومش بشخصيتك انت، بشخصيته هو. مظبوط. هي دي النقطه كلها. إن ممكن واحد يحاول ان هو يحط نفسه مكانه عشان يبرر، يقول لك انا ما حطيت نفسي مكانك مش لاقي مبرر. ما انت عشان بتفكر بدماغك انت، بالظبط. المفروض تفكر بدماغه هو وفق ظروفه هو وحياته هو. لما يتحط في الموقف ده هيعمل ايه؟ يمكن هو بالنسبه لظروف حياته هو مش فعلا مش غلطان. بالظبط، لان فعشان كده بنقول لك هي المرونه، هي هي الصح، هي انك تفهم تمام. الموقف. لكن التبرير هو اللي غلط. لان انا مش هاجي اقول ليوسف والله ده عنده كذا وكذا وكذا، فالمفروض ان انا ابقى قاعد ابرر له. لا، انت افهم الموقف. فانت ممكن ما تبقاش محتاج التبرير اصلا، وممكن يكون هو الموقف نفسه تبرير. فان انا الاقيك غلطان وابرر لك ده غلط. لكن الاقيك عملت حاجه انا فاكرها غلط، بس لما افهم الموقف ما بلاقيهاش غلط. ده المرونه ساعتها. برضه تمام. يعني خليني اسالك، هل يعني تضارب المعايير او المرونه اللي احنا بنتكلم فيها دي نوع من النفاق؟ ده سؤال مهم وحلو. لا، هي مش نوع من النفاق. مبدئيا كل شخص المرونه دي صفه لازم تبقى في اي انسان. ما ينفعش ان انت تقول ان انا كده، او تفضل بشخصيتك كده بتطبق معاييرك او شخصيتك على كل الناس. ده مش صح، انت كده بتظلمهم. انت اخترت شخصيتك، ده حاجه ترجع لك. بس لما تيجي تحكم على حد او تتكلم مع حد او تتعامل مع شخص مختلف عنك، لازم تتعامل، يبقى عندك مرونه ان انت تتعامل مع كل شخص غير التاني. شخصيته هو مش بشخصيتك انت. مش حته بشخصيته هو، لأن انت كده بتلغي شخصيتك. انت لو اتعاملت مع انا كل واحد قصدي كده بتلغي شخصيته، بس بالظبط. انت وفق الاسلوب اللي ينفع يتعامل معاه بيه هو. يعني مثلا وانت بتتعامل مع بنت غير وانت بتتعامل مع ولد. مظبوط. انت بتتعامل مع الولد شاب صغير غير راجل كبير غير. دي في حد ذاتها مرونه. وهنا بقى الناس بتشوف ان ده نفاق، مثلا اللي هو مثلا ابقى بتعامل معاك، آه ممكن ابقى انا ضد حاجه انت بتعملها. مثلا قعدت مع، وجي ذكرك مع فلان وقلت ان انا فعلا ما بتعجبنيش الحاجه دي، او انا مثلا انا ما بحبش كوره. مم. تمام. وجيت قعدت مع مثلا مع حد بيفهم، بيحب الكوره جدا، وقعدنا اتكلمنا فيها. هل انا كده بقيت منافق؟ لا، انا بتعامل معاك بشخصيتك. بتحاول تجاريه عشان انت بتحب القعده معاه، مش عايزه يتضايق. بالظبط. ولازم كده تبقى، مش ان انت بتجاري ده، لا، انت بتجاري كل حاجه في حياتك بنفس وجهه النظر، حتى ظروفك. حتى ظروفك. ما انت كل بالظبط. حاجه بتتعامل بيها لازم عندك مرونه في تقبل كل شيء، مرونه في تقبل مع اللي حواليك. ده مش نفاق. دي حاجه انا بشوفها اصلا من اهم الصفات اللي لازم تكون موجوده فيك، خصوصا في شغلك. انت لازم تبقى بتعرف تتعامل مع كل الناس في شغلك. انا مثلا بشوف ناس عندي في الشغل، الشخص اللي بيتعامل مع ناس كتير بيقولوا عليه منافق. او طب ما انت مش، ما كانش عاجبك، او انا ممكن اكون مش عاجبني حاجه انت الحكم بتعملها، او المبدئي بس كان غلط ولا حكم حاجه. مبدئي، او يا سيدي حتى مش حكم مبدئي بس.
ده مش معنى ان انت في حاجه انت بتعملها ما بتعجبنيش ان انا خلاص احكم عليك ان انت مش عاجبني وان انا ابدا ان انا انتقدك وما اتعاملش معاك اصلا، عدوي بقى، او انت كده عدو حاطط بقى. في خانه الاعداء. لا مش كده، انت تعامل عادي، خلي عندك مرونه في التعامل، خلي عندك اريحيه في التعامل مع اي حد تحت اي موقف تحت اي ظرف. بس اول حاجه دي عاجباك مش عاجباك، فرض شخصيتك مش بالعدائيه. بتفرض شخصيتك بوجهه نظرك بمبادئك بثباتك على مبادئك، مش بتفرض شخصيتك على اللي قدامك. وطبعا التربيه والمجتمع بتاثر علينا وعلى شخصيتك وعلى معاييرك الشخصيه، تحديد معاييرك. فانت شايف التربيه فعلا بتاثر هي المجتمع، ولا انت شايف ايه؟ انا شايف ان هي يعني اكتر حاجات بتاثر علينا، لان انت اول حاجه بتتعلمها او اول يعني فيدباك بتاخدها، هي بتاخدها من عيلتك او من تربيتك او من مجتمعك عامه. انت بتتعلم من اللي حواليك ازاي بتحكم على حاجه. يعني انا بتعلم مثلا انا في البيت طول اليوم، قبل ما اخرج الشارع طبعا واتعامل مع الناس، انا في البيت طول اليوم. فانا بتعلم من البيت عندي انا ازاي احكم على الشيء ده لما يجي عندي. فلما انا اشوف مثلا في البيت بيتعاملوا مع مثلا مع اخويا بشيء بطريقه، وفي نفس الموقف بيتعاملوا مع اختي بطريقه، انا كده يعني مش معايير مزدوجه، بس اتعلمت ان انا بتعامل بطريقتين اهو. تمام. فتعلمت ان انا احكم على الاشياء بطريقتين، بالطريقه ان هي لو بنت اتعامل معاها ازاي، ولو راجل اتعامل معاها ازاي. طبعا بضرب المثال بس مش اكتر في الحته دي. فلما انا اتعلمت دي منهم، هي دي مش معايير مزدوجه، انا اتعلمت بس ازاي اتعامل في المواقف. تميز. بالظبط. فلما اخرج بره، لما اتعامل مع بنت، اتعامل نفس الموقف. لما اتحط في نفس الموقف ده مع بنت، هاخد القرار زي ما انا اتعلمته في البيت. ولما اتعامل مع راجل برضه بنفس الطريقه. فهي مش بتكون معايير مزدوجه قد ما هي بس بتخلينا نحكم على الناس صح. حتى دارج. يعني بالظبط. اتفضل. كمل. دارج اخلاقيا ان انت لما تيجي تحكم على بنت يقول لك اعتبرها زي اختك. بالظبط هي دي النقطه، لان احنا بنحس ان هي بشكل لا واعي احنا اصلا متربيين في البيت على كده. فاحيانا بحس ان احنا يعني بتكوين المعايير الخاصه بالناس، يعني بتخليها يا اما صارمه قوي مع الناس الغريبه، وحنونه قوي مع الناس القريبه. فساعتها انت اهو انت بتتضارب اهو. فلما انت بس لما بتحكم بقى زي ما انا قلت لك في الاول، ان انت بتعاملها زي اختك فعلا او زي اخوك لما بتتعامل مع حد بره، ساعتها انت كده مش تضارب معايير، كده بتوسع مداركك، تخلي عندك مرونه في التعامل. برضه من ضمن الحاجات دي توسع مداركك جدا. يعني هل من ضمن الحاجات انك لما بتتعامل مع الشخص او في تصرف او في شيء ما، لما بتتعامل معاه بنفس القسوه اللي انت عارف بيها مع شخص قريب منك، لو شخص غريب. يعني لو شخص غريب انت بتتعامل معاه في موقف معين بقسوه معينه، هل بتتعامل بنفس القسوه دي مع الشخص القريب منك؟ بالطبع لا. هو في الغالب او في الدارج تبقى لا، لان انت عامه برضو مهما كان مش قبل ما نتدرج فيها او ما نتكلم في الحته دي، انت عمرك ما هتعامل حد زي ما تعامل اختك. انت ممكن تحاول تعامل البنات زي اخواتك، تحاول تعامل صاحبك زي اخوك، لكن مهما كان ده بيبقى ليه طعم خاص. بالظبط. ده اولا. تمام. بس انت بنتكلم بقى من المبدا او في المعيار اللي هو المبدا، ان المبدا نفسه ان انت بتحترم البنت زي ما انت بتحترمها جوه البيت، زي ما انت اهلك ربوك، ابوك وامك ربوك ان انت تحترم اختك، هتطلع بره بتحترم البنت بالظبط. ايا كانت هي مين في الشارع. المهانه في البيت مهانه بره. بالظبط. بالظبط. ده حقيقه فعلا. هتحس ان انت هي مش عارفه تحترم نفسها حتى. يعني فاهم انت اللي اهلك هي. ما مش بيحترموك اه اصلا. بالظبط. يعني انت خرجت مثلا بيهزقوك في البيت، فتحس ان انت حاسس بالاهانه وانت بره حتى، يعني خايف بقى. انت اصلا بتدور عليها بره. اه بالظبط، خايف، انت خايف اصلا. صح، انت بتتكلم في النقطه اللي هي ان انت البيت وربط الاتنين ببعض ده نقطه بالظبط. مهمه. انت ما هي اول حاجه بتيجي من البيت. المعامله اللي انت بتتعاملها في البيت، او اللي يا سيدي مش اللي بتتعامل لك، اللي انت بتعاملها. انت بتحترم والدتك، فانت هتعرف تحترم اي ست كبيره بره. انت بتحترم والدك، هتعرف تحترم اي راجل كبير بره. دي نقطه مهمه قوي، بالظبط. ما ان ممكن نكون مفتقدينها يعني. فقدنا جدا فعلا. يعني فقدنا فعلا. دي موضوع تاني لوحده كبير ده. انا حاسس ان يعني ان بالذات ان الشباب الصغير او الفئه الاصغر من الفئه الكبيره عامه، افتقد الموضوع ده جدا. بالظبط تحس ان هم بيتعاملوا معاهم ايه يعني، العقليه اللي هو ايه، انا عقلي احسن منك فانا بتعامل معاك كده. لا، انت مش احسن ال... منه يا عم، هو كبر الافراط. خلاص في السن. الافراط من كتر ما الاباء والامهات بقى عندهم ثقافه ان هم يصاحبوا عيالهم. في ناس افرطت في الموضوع ده لدرجه ان فقدوا الاحترام والهيبه. الرسول صلى الله عليه وسلم برضه قال الصلاه والسلام. ليس منا من لم يوقر كبيرا. انت بالظبط. ما انت ما احترمتش الكبير، انت كده دخلت في حته ثانيه كمان غير تضارب المعايير، انت دخلت في حته دينيه خطره. صح.
فدي نقطة بس يعني مهمة، محتاجين نحط عليها ايه، فاهم يعني، على شرطة حمراء كده تحتيها، بعض الشرط الحمراء عشان احترام ياخدوا. الكبير. بالظبط لازم. دي يعني لا، بحس اصلا يعني ده حاجة حتى لوجيك، اه، اللي هو ان انا ذوقيا كده. بالظبط ان انا راجل كبير يعني، مش هيقدر حتى يرد عليك بنفس الاساءة اللي انت هتعملها معاه. وده برضه هنوصلنا لنقطة تانية في الدين برضه، ان هي انت برضه العفو عند المقدرة. يعني انت برضه بص، سبحان الله والله، انت كل ما بتلف حوالين حاجة دينك تلاقي متكامل. بالظبط، تلاقي نفسك بتروح لدينك. دينك العفو حاطط عند المقدرة بالظبط. دينك حاطط منهج لكل حاجه، حاطط منهج لده يتعامل ازاي، وانت حاطط منهج برضو ردك هترد ازاي. فبقوا انتوا الاثنين صح، بتتقابلوا في حته واحده، مفيش ازدواجيه او تضارب بالظبط في المعايير بقى، والله ده بالعكس ده هي بجد. كلها تربط ببعضها. سبحان الله، انا بقول لك سبحان الله، انت كل ما تخش في مشكله تلاقي حديث الرسول قاله بيحل لك المشكله، او ايه بالرسول نزلت على الرسول بتحل المشكله. طب ايه المشكله؟ ما هي المشكله هنا ان احنا مش فاهمين ديننا صح. ده بيخلينا نربط اصلا نفسنا بحته تانية، ان انت دايما تبقى رابط معاييرك مع الدين. مع انك تختار معايير شخصيه حاجه، وان تبقى معاييرك متضاربه مع الدين دي حاجه تانية خالص. دي مشكله اصلا. ده كارثه فعلا. انت بالظبط. كده اصلا بتخرج عن الدين، انت كده انت مش بتكون شخصيه خاصه، لا انت انت بتتضارب فعلا. بتتدرب مع رب، مع معايير، مع مع ربنا. ما مش عايز ما اقولها بس يعني. ما فهي هي هي فعلا بالظبط. انت خلاص مثلا خدت قرار ان انت هتتخذ مثلا طريق معين، وانا بقى شخصيتي مرتاح كده وبحب كده، والحاجه ديت حرام دينيا، او انت بتأذي بيها غيرك، او بتخالف شرع ربنا. يقول لك اصل انا مش مقتنع. انا مش مقتنع. ما مش مهم تقتنع اصلا. انت انت يعني بص، انت امرت انك تعمل كذا، يعني انت بتعمل كذا، مش مهم تقتنع. دي مش اوبشن اصلا. زي برضو يعني قبل كده برضو كنت بتناقش مع شخص يقول لي انا مش مقتنع ان احنا المفروض يعني في الصلاه ان احنا نقرب رجلينا من بعض او كده. اه ده مش مهم. مش مهم والله. اصل انت بتقف تحس ان انت عمال بتفتح رجلك عشان تلحق رجل ده ورجل ده. حصل. حصل. فهو انت المفروض انت تعمل كده وانا اعمل كده عشان نسهل على بعض، ما اقعدش انا افتح رجلي ان انا اوصل لرجلك عشان اسد الفرج وانت عمال بتبعد. طب وبعدين. مساواة الصف والاداء بالظبط. تمام الصلاه يعني. المفروض دي احنا نعمل حاجه نعملها اصلا ما يعني. بالظبط. دي مش حاجه بتريحني او بتريحني اصلا. انا مش، دي مش اوبشن راحه، ده حاجه المفروض تتعمل. عشان الشيطان ما يخش بين الصفوف. وده عامه في حياتك بقى يعني. لو هنقول كلمه مش مقتنع دي احنا ممكن ناخدها بنسمع بيها بلاوي. انا مش مقتنع بالحجاب، انا مش مقتنع بالحجاب، انا مش مقتنع ده تضارب في الدين برضه. ده تضارب صريح في الدين. بالظبط. بس بالذات حته انا مش دي ما شاء الله يعني لازم يتلبس عن اقتناع. مش عارف جابوا الكلمه دي منين، بس عامه المفروض انه لازم يتلبس عن اقتناع. هو المفروض آه، انت كده تبقى مقتنع اصلا، يعني انت كده كواحده مسلمه امرتي انك تعففي، تغطي كل حاجه. هي ان انت في حاجه بتعملها زي كده مثلا، حته مش مقتنعه بالحاجات دي، انت هنا مش انت مش متضاربه في معاييرك او في شخصيتك، انت متضاربه في دينك. دي كارثه. ربنا دي يعافينا مشكله يعني ان ويهدي كل الناس. لما نوصل لحته ان انت بتتضارب في الدين، انت هنا بتعادي دين ربنا. انت كارثه ده، ومش لوحدك انت، ده بتبقى حاجه عامه على الكل. انا مش عايز اكبر الموضوع، بس انت لو بصيت لها تحس ان هم برضو الموضوع كبير فعلا. الناس زمان لما كانوا بيقولوا على يعني سيدنا محمد يعني، طبعا هو احسن واحد يعني ربنا خلقه في كل حاجه، في كل حاجه قالوا عنه كاذب، اتهموه بالكذب، اتهموه بالسحر. ما هم قالوا كده، هم برضه ما اقتنعوش بالكلام اهو. ما قالوا ان هو لا، ده ساحر، ده مجنون. حاشا حاشا يعني ان شاء سيدنا الله يعني. محمد يعني. فلا يعني هو برضه قالوا كده، قالوا برضه اننا مش مقتنعين بالكلام ده، يعني ربنا ما انزلش بيه من سلطان. لا هو ربنا نزله وقال هو قال لك البسي حجاب تلبسي حجاب، قال لك ما تعملش كذا واحترم الكبير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اللي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال انك تحترم الكبير، احترم الكبير، احترم الكبير طالما انت قادر انك تحترمه. ده بالذات ده كمان انت كده خدت عفو عن المقدره واحترمت الكبير، يعني شوف يعني ثوابين في حاجه واحده. فبس يعني. فده بيخلينا اصلا التربيه في البيت بتاثر على شخصيتك وتعاملاتك مع الناس في البيت، هتخليك تعرف ازاي تتعامل مع الناس بره. بالظبط. ودي يعني هتكون نصيحه لينا لما ممكن لما نبقى اباء في يوم من الايام، ان انت ازاي تعرف تتعامل مع اولادك. مظبوط. ان انت دلوقتي الاسلوب اللي انت بتتعامل بيه مع امك وابوك وبتتعامل بيه مع اخواتك، ولا في المستقبل هتعرف تتعامل مع مراتك. وبرضو الاب والام طريقه اسلوب حياتكم مع بعض، ولادكم بنسبه كبيره هيطلعوا يعملوا زيكم.
وما انت المرجع لحد الاولاني. ما يكون شخصيته الخاصه بقى في حياته. طب بس هو في الاول حاجه هو الانطباع الاولي بياخده منك. هو خد مثلا ان انت بتحترم زوجتك، بتحترم امهم، هو خلاص بقى طالع في دماغه ان الاب، دي نقطه الزوج، مهمه دي. لازم يحترم زوجته. كذلك الام بتوقر جوزها، توقر اب البيت، رب المنزل، وتحترمه. مش مساواه، مش بنعلي على بعض، مش بتقلل من كلمته ومن شخصيته. هم خلاص سواء بناتها ابو طالعين ان هم ده الطبيعي، وده الطبيعي في الدين فعلا، والطبيعي في الحياه عامه. وكذلك برضو الابن هيبقى خلاص بقى طالع بفطره سويا ان انا زوجتي هتعمل لي كده، وان انا هعمل زوجتي كده. فشويه تفاصيل بسيطه من علاقاتك ان انت مش عايش لوحدك. بالظبط. انت مش عايش لوحدك. كمسؤول كمان عنه. أنت مسؤول. انا وانت حتى طالعين، دينيا كمان. انا وانت طالعين بنتكلم دلوقتي، احنا مش عايشين لوحدنا، ما ينفعش نطلع نقول اي حاجه رغم انت لوحدك. ده برنامجي، القناه دي بتاعتي. انا قاعد، انا حر بسجل ببلاش واعمل اللي انا عايزه، محدش لي عندي حاجه. لا، انت مش عايش لوحدك في المجتمع. كونك قررت تطلع فالناس هتشوفك، فانت خلاص بقيت خلاص انت بقى. لازم تاخد بالك. بالظبط. لازم تعمل حساب ان في اخوك الصغير، قريبكو، شاب شافك، انت ممكن تاثر في حد. احنا دايما بنروح بنحاول نعمل كده اصلا. بالظبط. يعني انا بطلع اتكلم عليا، واوجه رساله لنفسي ورساله لصديقي ولاصحابنا اللي ورا الشاشه، واي حد هيشوفنا عامه هيتاثر. صحابنا برضه حتى لو ما نعرفهمش، يعني حتى الناس اللي ما نعرفهاش هم اصحابنا برضه واخواتنا. بس احنا بنحاول بس ان هي نوصل الفكره بس بمفهوم اللي هو بدل القهوه. زي ما يعني نفسي اقول لكم يا المكان والله، بس هي بدل القهوه بجد، ان احنا قاعدين بجد بنفضفض مع بعض بدل القهوه. يعني بقى اعتبر نفسك قاعد معانا، احنا حاطين كرسي حرفيا اهو هناك اهو، واهو قاعدين مع شويه كراسي وبنتكلم مع بعض. ب... ب... انا فده لوحدي في الكراسي بالليل في اه الشقه. فقاعدين مع، اعتبر نفسك بقى قاعد على كرسي من دول وبتتكلم معانا. احنا فعلا بنحاول نعمل اللي احنا بنقوله ده، بنتناقش في حاجات بنحاول نعملها. هل التزام بمعيار واحد ده بيتاثر بالمظاهر وبالمجاملات؟ انا شايف ان اي معيار بيتاثر بمظاهر المجاملات ده مش معيار اصلا. ازاي؟ احنا كده رحنا في حته ثانيه، حته النفاق اللي احنا بنتجنبها من اول حلقه. حلو. ان انت بتتاثر مثلا بشكلك، بلبسك، بشكل قصدي بلبس، بفلوس، بمركز، ايا كان الشخص اللي قدامك، هتروح مغير القرار. انت كده منافق. انت عارف من قرايه نفسك من جواك ان انت اصلا آه، ما ينفعش تقول كده، او ما ينفعش ان انت تاخد القرار ده في الوقت ده. المفروض تاخد القرار الصح في الوقت ده، فغيرت عشان بس ترضي الشخص وخلاص. في حين ان ممكن الشخص ده اصلا ممكن يبقى محتاج يسمع منك القرار الصح ده، ان هو ما يعرفوش. يعني انت ممكن، انا كمحمد انا اوقات بعمل حاجات غلط، فلو انت نصحتني، طب ما انا مش عارف الصح، مش عارف اعمله، مش عارف ان انا المفروض اخد القرار ده بعد كده في الوقت ده. فان انت كده عملت مشكلتين، نفقت وخليت الشخص دوت يقع في الغلط تاني، رغم انك ممكن انت كنت توقف الغلط ده عندك اصلا. مش بس ان انت كنت عايز ترضيه، او ان انت اصلا ما عندكش الشجاعه ان انت تواجهه، بالظبط. ان انت تعبر عن رايك، او ما عندكش الشجاعه ان انت، طبعا بشكل محترم، ان انت تاخد القرار الصح. تاخد القرار الصح في الوقت الصح. مش خايف من مظهر، مش خايف من مجامله، مش خايف من اي حاجه. انت عندك شجاعه ان انت تقول الصح. انت مسؤول عن اللي انت بتقوله مش عن رد فعله هو. انت لما تيجي ربنا يحاسبك هيقول لك انت قلت كذا وكذا، مش هيقول لك انت قلت كذا وكذا فكان رد فعله كذا. انت مسؤول عن اللي انت بتقوله، رد فعله هو اللي هيحاسب عليه. تمام. يعني انت لما بتقول له الصح، طب هو رفض الصح، ساعتها انت خليت مسؤوليتك قدام ربنا. انا يا رب عملت كذا وكذا وهو اللي ما قبلوش، هو اللي عارضه، ساعتها ربنا يحاسبه هو. هو يعني هو كده اللي غلطان مش انت. انت عملت اللي رضيت ضميرك، عملت اللي المفروض تعمله، نهيت عن المنكر وعملت بالمعروف. فانت كده خلاص طلعت. هو بقى رفض المعروف، طب خلاص مش بتاعتنا بقى، دي بتاعت، خلاص، دي بينه وبين انت ربنا مش عملت اللي بتاعتنا. عليك. بالظبط. طب وخليني برضه اسالك سؤال تاني. هل هل الصراحه، او احنا ليه اوقات بنطلب الناس ان هي تبقى صريحه في حين ان احنا ممكن نتجنب الصراحه، مش نقول ان احنا ما بنعملهاش، نتجنبها اوقات. حته الصراحه دي مهمه قوي. يعني اول حاجه بس نفرق ما بين الصراحه وبين الوقاحه. الصراحه ما صح. بينك وبين نفسك، وبينك وبين اللي حواليك، او الصراحه مع الناس حاجه، ان انا اكون صريح معاك حاجه، ان انا بديك رايي بكل صراحه، بشجعك على حاجه، ان انا بقول رايي في حاجه انت طلبتها. دي حاجه. ان انا اكون وقح معاك مثلا، ان انا انت لبسك ده مش عاجبني، دي مش صراحه. كسرت نفسي. كسرت إيه؟ دي وقاحه، حتى سواء عجباك مش عجباك، ان انت تبقى انسان متبجح مع اللي حواليك. بالظبط. الرسول صلى الله عليه قول. وسلم برضو، خلينا نقول، انا معلش اقطعك بس انا حبيت اقولها عشان ده موقف ماشي مع الحديث، او موقف ماشي مع الموقف بتاع الرسول. الرسول لما كان بيقابله حاجه، يعني اكل مثلا مش عاجبه،
ما كانش بيذمه، ما كانش بياكله، إمم. بس هو كان بيسيبه. ما كانش بيقول للي عامله ايه ده، ايه الاكل اللي انت عامله ده، ولا ايه الاكل اللي انت عاملاه ده، طعم وحش صدق قوي. رسول الله. سبحان الله، هو كل موقف بيعمله كنا لازم يعني كان درس. سبحان الله. حرفيًا، حرفيًا هي حياة النبي درس. وحتة الصراحة دي بقى، وأهم حاجة إن أنت في الحتة ديّة، أنا هنا ما باتكلمش عن الصراحة في الكلام على قد ما الصراحة مع الذات، تكون واضح وصريح مع نفسك ومع اللي حواليك، واللي أنت بتحبه، اللي أنت بتحب أن تعامل به، عامل الناس بيه. مظبوط. أنت حابب الناس تكون واضحة معاك وصريحة معاك وتعاملك بشكل كويس، أو أيًا كان الشكل اللي أنت حابب الناس تعاملك بيه، عامل أنت الناس بيه. ما الحياة بعد المبادرة بتبقى عبارة عن فعل ورد فعل. أنت تكون إنسان مبادر، دي حاجة كويسة وشجاعة وحاجة تعلّي من قيمتك خصوصًا كراجل. لكن برضه إن أنت رد فعل، أو إن أنت مستني بس رد الفعل، دي برضه حاجة تانية. فأنت لازم تكون شخص قوي ومبادر وذو شخصية، تبادر بالخير وبكل صفة كويسة، وبتنتظر إن اللي قدامك يعاملك بنفس المردود. لو فرضًا حد عاملك بأسلوب ما كانش عاجبك، فما تردوش بمهاجمة، لأ ترده برضه، ترد ده بخير. تمام. وتكون يمكن محترم. تعلمه. يمكن تعلمه، خليك انت انسان خير في الارض. وبس كده، ده كانت حلقتنا النهارده عن ازدواجية المعايير. اتمنى تكون الحلقة لطيفة وخفيفة عليكم، مش طويلة ان شاء الله وما يعني. تكونش طويل. احنا طالعين بندردش مع بعض. آه، مش شرط الكلام يكون مثالي، مش شرط كل الكلام يكون مثالي. اهم حاجة بس ان الموضوع يكون خفيف على قلوبكم، تكونوا حبيتوه، يكون وصل. يكون وصل لقلوبكم. بس كده.